مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره ثانيه. فقرتنا الرئيسيه اليوم وحديثنا كما نوهنا في البدايه في المقدمه، وحديث عن مكانه الطفل في مصر القديمه. يمكن حظي الطفل بحقوق وايضا معامله خاصه جدا في الاسره المصريه في مصر القديمه، يمكن تقترب بشكل كبير جدا مع ما يقدمه العالم الحديث من حقوق للطفل وميثاق خاص بالطفل. هنتكلم عن هذه الحقوق، عن مكانه الطفل، كيفيه معاملته في مصر القديمه خلال المراحل اللي بيمر بيها، طبعا المراحل السنيه المختلفه، وذلك من خلال لقائنا مع الباحث الاثري الاستاذ اسلام زغلول. اهلا بك معنا، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ هاني، وصباح الساده المشاهدين الكرام. استاذ اسلام، بدايه كده اللي هنبتدي نتكلم عن الطفل بقى، يعني دي من مرحله الحمل والأم في هذه المرحلة والعناية الفائقة اللي كانت بتتم بيه عليها، وحتى وصول الطفل للحياة وابتدي بقى يبقى فرد من أفراد الأسرة. هو اسمح لي في الأول هنتكلم عن رمزيات الطفل في مصر القديمة. الطفل كان بيمثل الإله حورس في مصر القديمة، ابن أوزير وإيزيس، حسب الأسطورة الشهيرة لأسطورة أوزوريس وإيزيس في العقيدة المصرية القديمة. لما طبعا أوزوريس اتقتل من أخوه ست في اسطورته الشهيره، وامه ست بقى ده اله الشر، ست اله الشر. اعلم حضرتك خريج اثار يعني. ست اله الشر حقد على اخوه اوزير او اوزوريس فقتله. كانت ايزيس حامل في حورس. حورس كان هو رمز الطفل، فحطته في احراش الدلتا علشان تحميه من عمه ست. فاتربى من غير اخت، من غير اب، من غير حد يحميه. فلذلك الحكماء والتعويذ في مصر القديمه بتقول لاي طفل يتولد، زي عندنا اليوم السابع او السبوع، تختلف المسميات، اليس لك اخت ترعاك، اليس لك ام ترعاك، وهكذا. يعني الطفل كان بيمثل الاله حورس في مصر القديمه. لذلك الملوك في مصر القديمه تمثلت كثير جدا في وضع الطفل. عندنا تمثال شهير لرمسيس الثاني في المتحف المصري، مس طفل صغير حاطط صبعه في بقه. حتى الان بيحصل النهارده الاطفال بتحط صبعها في بقها. ومن الطريف بقى ان شهاده الميلاد بتاعت حضرتك واي حد في جمهوريه مصر العربيه مكتوب فيها طبعا مس ان كيمت، يعني ولد في مصر باللغه بالكتابه الهيروغليفيه. لذلك احنا بنقول بقى بدانا في مرحله الحمل، والحمل ده كان حمل مقدس في للاله حورس من ام اوزيس. لذلك كان في الهه تاوريت، الهه الحمل والولاده، هي انثى فرس النهر. عقيده المصري القديم ابتدعها او اقرها علشان اعتقد ان انثى فرس النهر دي الالهه تاوريت، بطنها الممتلئه دي اعتقد ان فيها حليب مقدس كفيل ان هو يرضع اطفال اهل مصر كلها، فاقرها الهه للحمل والولاده. لكن فتره الولاده وفتره الحمل يخص هنا بالذكر الرضاعه. الرضاعه في مصر القديمه كانت 3 سنوات، كان المعتاد 3 سنوات، لكن الظاهر ان هو ما كانش قوي اللي هو مفيش جزم على كده. لكن احنا عندنا مناظر لطفل صغير يعني طوله عند كتف امه كان لسه بيرضع، لكن دي من الحالات النادره. لكن كانت فترة الرضاعة في مصر القديمة 3 سنوات، مما يدل حتى كان في تصوير لأم بترضع ابنها، يعني ده الإلهة إيزيس بقى دي الرمزية بترضع ابنها حورس، وكذلك الملك بيبي الثاني على حجر أمه. لكن 3 سنين دي ممكن يدينا إشارة، ممكن تكون ديت يعني عقار او وسيله منع حمل او وسيله لترشيد عدد السكان، في ولادات متتابعه، يعني نظرا لعدم حدوث حمل طبعا في الرضاعه وهكذا. لكن دي كانت من اهم المراحل اللي بتعتني بها الام في الرضاعه في فتره الطفل، وكانت طبعا مدتها 3 سنين. بننتقل بعد كده لمرحله جديده، مرحله الطفوله بقى، ومرحله اللي هو بيعلموه الكلام. معظم كلامنا النهارده يا استاذ هاني يعني ماخوذ من مصر القديمه، يعني حبحب، احبي، او نونو وامبو، كل دي فعلا كلمات متوارثه من مصر القديمه. والطفل زمان كان اسمه الشري، ومس اي وليد يعني رع، مس اي وليد رع، ابن رع. فلما بننتقل لمرحله بعد ذلك في مرحله البرعنخ، لما بيدخل المدرسه، البرعنخ هي بيت الحياه في المدرسه في القرن، لان المعبد في اعتقاد المصري القديم هو الحياه، الدنيا كلها في كل شيء، منها المعبد والجامعه. فكان الطفل لما بيروح المعبد في بيت الحياه بيتعلم الكهنوت، بيتعلم الهندسه، الحساب، الفلك. الطفل كان بيضع في بيت الحياه. الطفل الغني ممكن يكون الغني لهم حق اكثر في التعليم في مصر القديمه، لكن احنا عندنا ايضا يعني امثله من فقراء اتعلموا ايضا في مصر القديمه. ان كان في عندنا اطفال ملكيين، فاحنا عندنا الطفل يعني كتب
قصه الهكسوس على لوح فخاري، وهو انا اعتقد في اعتقاد الشخصي كمحقق اعتقد او ارجح لكن لا اجزم، لكن طالب في مدرسه الكرنك زمان في البرعنخ قاعد بيخشها وعنده كام سنه بقى؟ لا بيبدا بقى من المرحله السنيه، ممكن تكون من 8 سنين 9 سنين، لان احنا عندنا بنذكر تحتمس الثالث لما كان حتشبسوت مرات ابوه وعمته في نفس الوقت وصيه عليه في سن التسع سنوات 10 سنوات اودعته في البرعنخ يا استاذ هاني. في لما هو كان عايز ياخد بقى الملك قالت له لا، واحنا عارفين المشاكل اللي بين حتشبسوت وتحتمس الثالث. ايوه قالت له لا ده احنا بقى مش عايزينك تحكم دلوقتي، انت تتعلم الكهنوت الاول في البرعنخ 9 سنوات لسه صغير، تعلم الكهنوت. قالت له لا ده انت تروح بقى الجيش المصري عشان تتعلم فنون القتال وتستعد بقى هي ربما كانت بتموت او بتسوف علشان تاخد فتره، عشان هو قانونا كان المفروض هو اللي يعتلي العرش يعني بالظبط. عشان العقيده المصريه القديمه غير محببه لحكم المراه، ليس تقليل للمراه لكن علشان يتقلد حورس الطفل حورس ويكون هو الذكر، لكن المصريين القدماء ما قبلوش ده. لكن بعد ذلك لما تحتمس الثالث كبر ومسك الحكم طبعا حصلت مشاكل بقى وكسر ومحى اسم حتشبسوت. لكن حتى علماء الفراعنه او المصريين القدماء ضافوا فتره حتشبسوت ال 20 سنه لفتره حكم تحتمس الثالث اللي هي 34 زائد 20 بقت 54 عام. هم مش قابلين، لكن هذا هو الحال يعني. هي حكمت بالفعل 20 سنه، حكمت 20 سنه، كانت فتره اقتصاد، كانت فتره اقتصاد زاهي، كانت حاكمه قويه يعني. قويه بالفعل يعني، لكن احنا بنقول التاريخ بالسلب بالايجاب. لكن كان الطفل مهم جدا ان هو بيودع في بيت الحياه، طفل عادي جدا يا استاذ هاني. كتب لنا قصه عظيمه، قصه الحقاقسوت الهكسوس كما يقال العامه يعني. قالوا ان هم ناس جم من شرق اسيا، جم في مصر، طردهم البطل احمس، والقصه الجميله دي كلها طالب بسيط جدا قاعد في اعتقد في فتره الراحه بتاعته الفسحه او البريك يعني وصلت لنا من خلال اللي كتبه الطفل، طالب صغير جدا طالب على لوح فخار، وكتب قصه الحقسوت. بعد كده البرديات كتبت عنها، ويعني بنقول اهميه المعهد. وانا اعتقد ان الطالب ده يكاد يكون وطني شويه او كلف بحث بان هو يكتب ده، لكن مهم جدا ان انا بقول دايما الشقف الفخاري. بس هل سرد احداث تاريخيه ولا حط وجهه نظره الوطنيه في الموضوع؟ لا، هو اتكلم من وجهه نظر الطالب، لان مهما كان الطالب هو عقله بسيط لازم، لكن هو وصف ان هم ناس جم من شرق اسيا وطردهم سكندراع بتاع الثاني ابو احمس، لكن راح شهيد واحنا لارض الوطن ومبيعه في متحف الحضاره بتشهد 3 بلط من الهكسوس. زوجته العظيمه اياح حطب لم تيأس ابدا، حرضت ابنها كاموس وهو طفل على كبير اخو احمس على طرد الهكسوس واخذ بطار ابوه، اخذ بطار البلد. لكن احمس ايضا كان عنده الشجاعه والعنجهيه، راح مات. احمس حرضته، لكن احمس كان عنده الذكاء العسكري، زرع ما يشبه سلاح الجواسيس وقدر يعرف ايه هو السلاح الفتاك اللي الهكسوس بتقوده علشان يقتل المصريين ده. فقدر يعرف ان ده سلاح عجلات حربيه بيقوده خيل واحد وعسكري. قدر بقى يطور هنا، بدا الخيل ده العجله الحربيه دي يقودها خيلين وعسكريين، عسكري رامي الرمح وعسكري يقود لزياده الكفاءه القتاليه. وده اللي كان عمل بقى يعني زي ما بنقول التفوق المصري وعلى الهكسوس وبعد كده طردهم. بالظبط. طيب الطفل بقى في الاسره، يعني موضوع انه يلعب ويدلل وكل هذه الامور، وموضوع الولد والبنت، الحاجات دي كانت ايه وضعها في الاسره المصريه زمان؟ وضعها احنا عندنا لما بنروح المتحف المصري بننبهر، والسياح لما بتيجي بنشوف معانا السياح بتنبهر من الالعاب. اللعبه لو في الصور المعروضه عند حضراتكم هتلاقي صور العجله الصغيره وهي بتجر والحصان الخشبي بالظبط، ولعبه السنت اللي بتشبه لعبه الشطرنج دي من مقبره توت عنخ امون. ايضا العاب اليد، كره اليد، لكن دي كانت قاصره على البنات فقط، دي في مقابر بني حسن. واعتقد انها كانت بتكون هدفها او التارجت بتاعتها اكبر عدد تمرير ما بين البنات. وطبعا لعبه الوزب ولعبه على الشاشه دلوقتي بالظبط. دي كانت للبنات بس؟ للبنات فقط، قاصره على البنات. وتعتبر يعني انها اكتر عدد تمرير اعتقد، لكن ما كانش فيه مرمى او شيء زي دلوقتي. لكن كانت بدايه المهد يعني بيقعدوا يحدفوا لبعض كده. بالظبط. ولعبه الهوكي ايضا ما يشبه لعبه الهوكي. العاب كثيره جدا في المصارعه. وفي مقابر طبعا عندنا في سقاره كتير جدا مروركا، وعندنا بتاع حطب في مقابر سقاره بتشهد العاب ربما تكون العاب عسكريه او العاب رياضيه او تدريبات عسكريه، لكن
هي تعتبر ألعاب يعني بدنية، يعني بتزيد الجسم رشاقة وليونة. دي كانت طبعا في الأطفال بيلعبوا بيها، واحنا بنذكر طبعا يعني أطفال شهيرة جدا، منهم الطفل الملكي توت عنخ آمون. هو طبعا طفل اكثر ما هو ملك، لان هو تولى الحكم 9 سنين يا استاذ هاني، مات وهو عنده 19 سنه. كان كل غرضه طبعا يصطاد في صحراء 100 رهينه، وكان حرفه محببه له قوي او صيد له قوي. لكن الملك القوي بيعتبر من اهم حاجتين، انتصر كتير وحارب وبنى. توت عنخ آمون يعني مش عنده الكاريزما دي قوي، لكن هو اصطاد في صحراء 100 رهينه، وكان امثله للطفل. وعندنا راس لتوت عنخ آمون بتخرج من زهره اللوتس، علشان زهرة اللوتس في المصري القديم اعتقد انها الحياه، منبع الحياه. وصور ان هو طفل، اي ملك يتمنى في العالم الاخر ان هو يتصور طفلا يعني بالظبط، علشان هيخرج من البيضه الحياه كما بدات الكون عليها من البدايه، علشان يولد في الحياه الاخرى من جديد ويصعد للسماء. مراحل سنية الطفل مر بها كثير جدا، من أهمها أيضا مرحلة الشباب والبلوغ. وهنا المصري القديم ما فرقش قوي أستاذ هاني ما بين الطفل والشاب، يعني قدر ان هو برضه دلوقتي برضه عندنا من سن 0 أو 1 لحد 18 يعتبر طفل، يقول لك طفل ومراهقة وقصص كده بالظبط. كذلك في مصر القديمة برضه. لكن بقى بنشوف مرحلة الانتقال في الخدمة العسكرية الإجباري، واحنا بنشوف مقابر عديده جدا بتنقل ليه ده كده. الخدمه العسكريه اجباري في مصر القديمه بالظبط. من سن كام بقى؟ طبعا بقى بسن، احنا بنذكر طبعا ان رمسيس الثاني تولى الحكم وهو عنده 19 سنه داخل على 20، كان نفس سن البلوغ عشان يقدر ياخد القرارات وعندنا تحتمس الثالث طبعا ما تولاش الحكم الا ما بعد ما بلغ الشباب، كان ودعته حتشبسوت في الجيش علشان يتعلم الاول فنون القتال. يعني من خلال فقرات اثريه سطرها المصريون القدماء بنقدر نستدل على معلوماتنا. لكن في مقبره سانوسي ده بتحمل رقم 74 في تي وادي الملوك في طيبه، بتحمل تورينا ازاي التعليق التجنيد كان اجباري، والخدمه الوطنيه كانت شرف للمصريين القدماء. وبنشوف ازاي ده في مصر القديمه وصل بنا لامبراطوريه عظيمه من اسيا لغايه افريقيا بفضل الشباب. لكن نظره المجتمع المصري القديم للطفل كان بيشوفها نظره صائبه، مهتم بها جدا. حكماء مصر القديمه منهم بتاع حتب آني وغيرهم من الحكماء نصح ابنائهم، مش ابنائهم جزم يعني على الشعب المصري، ان هو طبعا لازم يتكون له بيت ويحب وطني. وبنشوف رسائل سينوه الوطنيه لما الراجل طلع بره البلد خوفا من ان هو يتهم بقتل الملك منحت الاول. بعد كده عوده الحنين بعد ما وصل له ثراء كثير جدا استاذ هاني بره، عوده الحنين لارض الوطن. فيعني في رساله خفيه سينوه بيبعتها لشباب ارض مصر، يعني اشتغل في بلدك، حب بلدك، الدار المستقر والبقاء هي بلدك. كان دايما الحكماء رقم 1 ينصح بحب البلد وحب تراب البلد. شكرا جدا على هذه وهذا اللقاء الجميل. الباحث الاثري الاستاذ اسلام زغلول، ان شاء الله هيكون لنا لقاءات اخرى قادمه. شكرا جدا على هذا اللقاء. اشكرك. مشاهدينا في كل مكان، سعدنا بوجودنا معكم النهارده في على وعد دائم بلقاءات اخرى قادمه. انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنصب عليكم.